السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ معكم محمود بكر، انا 3D برودكت فيجواليزر. دلوقتي احنا اتكلمنا عن المحاضرة اللي فاتت عن ازاي نعمل سكاترنج للفراكتالز او القطع بتاعة الشوكولاتة المتطايرة، وخلصناها. والمفروض دلوقتي هنبدأ في الجزء الجديد الخاص بالماتيريال. تمام. بص، الماتيريال حاجة عايزة تستوعبها مش تفهمها. يعني ايه الماتيريال عايزة حاجة تستوعبها مش تفهمها؟ الماتيريال ديت ممكن يكون معناها ان انت محتاج تحسها، مش مجرد فهم ليها وخلاص. يعني ايه؟ بص، الماتيريال عبارة عن الانعكاس بتاع الضوء اللي بيجي في عينيك وبيترجم لشوية فهم سطح المادة دي. يعني الضوء لما بيجي على الماتيريال بينعكس على عينيك، بتشوف لون، بتشوف مناطق الضوء منها بينعكس بنسبة كبيرة ومناطق ما بينعكسش بنسبة كبيرة، بتشوف رفنس، بتشوف خربشة، بتشوف المادة ديت هل شفافة ولا مش شفافة، بتعرف هي نافذة للضوء ولا لأ، عكس الضوء 100% ولا لأ، شكل التكستشر بتاعها. كل المعلومات ديت بتجيلك لما الضوء بينعكس من على سطح المادة لحد عينيك. تمام. هو ده نفس المبدأ اللي بيتعامل بيه في بلندر أو في أي 3D بروجرام بشكل عام، ان هو بيحاول يعمل سيميوليت للقصة ديت بحيث انت تقدر تشوف ماتيريال رياليستيك. تمام. الماتيريال اللي عندنا اتنين: الشوكولاتة اللي هو الجزء البني، والجزء التاني اللي هو الايس كريم نفسه اللي هو الفانيليا اللي هو الابيض. تمام. دي ليها بارامترز ودي ليها بارامترز تانية نستخدمهم. الايس كريم ديت اللي هي الجزء الفانيليا ده الابيض ده سيمبل. تمام. هو ممكن ما يكونش باين ليك سيمبل قوي، بس هنفهم بعد كده ازاي. لكن الجزء المعقد هو الشوكولاته. بص كده عليها، احنا بنحاول نزوم ان، مش راضي. تمام. بص، احنا كده بنعمل زوم ان على الشوكولاته. لو خدت بالك، هي مديه لون اللي هو اللون البني. هتلاقي على السطح بتاعها باين قوي ان في مناطق بتعكس الضوء بنسبه كبيره ومناطق مش عاكسه للضوء، ومديلك الاحساس كده ان هي زي ما تقول طالعه من الفريزر لسه. هي مش ظاهرة بنسبة 100%، بس يعني هي بتديك الإحساس. تمام. زائد إن فيه شوية خربشة. شايف أنت الخطوط ديت اللي هو إن السطح نفسه مش ناعم. جميل. دي كلها بارامترز إحنا عاملينها في الماتيريال اللي هي الجزء ده كله عشان تديلك الإحساس ده. تمام. طيب، عشان نفهم إيه الليلة الطويلة اللي موجودة هنا ديت، محتاج تفهم إيه هي الماتيريال. تمام. محتاج تفهم إحنا عاملين إيه هنا. فعشان نفهم الكلام ده هنحتاج نفتح فايل جديد، نتكلم بس على السريع يعني ايه ماتيريال وايه البارامترز بتاعتها، ونرجع تاني للفايل نفسه. فاحنا بنفتح في بلندر. ده بلندر انا شغال على 3.4 عشان في ناس هتسأل يعني. طيب. احنا اول حاجة نفتح اوبجكت، نختار مثلا المونكي ده، كنترول 2 عشان نعمل سبديفيجن وشيد سموز. وبعد كده هنقسم الشاشة نصين، شاشة هتبقى للريندر والشاشة هنعمل الشغل بتاعنا. جميل. هنيجي نشغل الريندر، نخليه سايكلز. شوية اعداد بنعملها في البداية عشان ايه؟ نشتغل على النظافة بعد كده. احنا عملنا جي بي كومبيوت دي نويز، وقلنا هنعمل فيلم دي ترانسبيرنت عشان ال HDRI ميبانش في الخلفية. وهنيجي على الكولر، هنختار environment texture، ونختار هنا HDRI. انا بفضل عندي اسمها بلوندي. تمام كده. ده كده الاعدادات اللي احنا عايزينها. هاجي هنا زد، اختار ريندر، هيبان عندي الشخص ده. تمام. ايه بقى الماتيريال؟ بص، لو انا جيت سحبت ده كده وقمت مختار من هنا شيدر اديتور، دي كده النتيجة بتاعت الماتيريال. تيجي هنا شيدر اديتور. تمام. سيلكت للإرد ده، وهتيجي على ماتيريال بروبرتيز المنطقة ديت وتعمل له نيو، هيديله ماتيريال. طبعا نفس الحاجة ما اتغيرتش، نفس اللون عشان هي الماتيريال ديفولت.
فانا لو جيت بصيت هنا، ده كده اسمه البرنسبل بي اس دي اف، ده كده الماتيريال بتاعتي، هو كده واخد ماتيريال. بس زي ما قلنا احنا قبل كده، الماتيريال لما بتنعكس الضوء على عينيك بتشوف شوية بارامترز، منها لون الحاجة، منها شكل السطح، منها طبيعة انعكاس الضوء، طبيعة انكسار الضوء جوه الماتيريال اللي انت شايفها، زي مثلا الجيلي، زي الشوكولاتة، زي ازازة مية مليانة عصير مثلا. تمام. الاعتبارات ديت هتتغير بالبارامترز اللي موجودة قدامك دي. طب احنا مش هندرس كل ده، احنا محتاجين نعرف شوية حاجات بيزك كده لازم تكون عارفها. اول حاجة البيس كلر، اللون. بص، لو انا ضغطت على اللون الابيض ده هيطلع لي دايرة الالوان، لو انا غيرت اللي فيها هتلاقي اللون بيتغير اكوردنج. تمام. فده كده اللون، نرجعه تاني مثلا الابيض وخليه غامق يعني، ده كده لون ايه، بني فاتح او موكا، مش عارف البنات يقدروا يحددوا اللون ده اسمه إيه. ده كده شكل اللون. تمام. العنصر التاني الرفنس، ده تاني اهم عنصر بعد البيز كلر. تمام. الرفنس ده اللي هو خشونة السطح. يعني ايه خشونة السطح؟ يعني السطح ده لو خشن مش هيعكس الضوء بنسبة كويسة، يعني الضوء بينعكس بس هيبقى مشتت يعني. تمام. هو كل حاجة بتعكس الضوء، لكن انعكاس الضوء في زوايا معينة بيبقى مشتت مش مركز. فهو لما يبقى السطح خشن هيبقى مشتت، فبالتالي انت مش هتشوف انعكاس للصورة. لكن لو السطح ناعم بنسبة 100% مثلا زي المراية، فانت هتشوف انعكاس بنسبة 100%. كل ما السطح بقى أنعم كل ما الانعكاس بقى أقوى، كل ما السطح بقى خشن كل ما الانعكاس بقى أضعف بكتير. طيب ده ترجمته ايه هنا؟ الرفنس ده نسبة الخشونة. لو الخشونة ديت هي نص، فانت شايف السطح زي ما يكون بلاستيك، لا هو عاكس الضوء ولا اي حاجة. بس لو انا خليت الرفنس ديت صفر، تعالى كده، بقى عامل زي اللي معمول له بلاستيك او رابنج بلاستيك شفاف او بيعكس الضوء. المهم ان هتلاقي الانعكاس بتاع الضوء واضح اوي عليه. جميل. يبقى كده السطح ده ناعم جدا لدرجة ان هو بيعكس الضوء. لو خليت اللون اسمر شوية عشان يبقى الدنيا اوضح اهو، ده كده سطح عاكس للضوء، الرفنس بتاعه صفر. طب لو خليته واحد، يعني بقى ميت، يعني بقى مفهوش اي ضوء اصلا بينعكس، مجرد ان هو بيمتص الضوء وبس. طيب الديفولت بتاعه بيبقى نص بالشكل ده، بيبقى عاكس الضوء بنسبة بسيطة لكن مش موضح لك اي تفاصيل. تمام. ده تاني اهم حاجة في البارامترز بتاعت الماتيريال. بعد كده في حاجة اسمها الميتاليك، يعني احنا قلنا الرفنس، الميتاليك باختصار يعني ايه الميتاليك. هتلاقي بعد كده الترانسميشن، الالفا، النورمال. تمام. الميتاليك هي الحاجة اللي بتقول لك ده معدن او مش معدن. طول ما هو صفر فهو مش معدن، طول ما هو واحد فهو بيديك انعكاس الضوء بحيث يديلك الاحساس ان هو معدن. تمام. طيب جميل. طب مش ناعم شفاف ابيض شوية، الرفنس عند نص، الميتاليك واحد، تعالى خليه صفر، بلاستيك بقى اللون بلاستيك، تعالى خليه واحد، مدي على ان هو سطح ناعم بس مدي على لون اللي هو كأنه معدن. هتعرف الكلام ده لما نلعب في الرفنس بقى. تعالى نقلل الرفنس واحدة واحدة. ده كده أشبه بالستانلس ستيل، طبعا كل ما تقلل كل ما الموضوع بقى أوضح. طب لو خليناه رف قوي، خلاص يعني مفيش مادة بالشكل ده أصلا. تمام. كده احنا فهمنا يعني ايه ميتاليك، فهمنا يعني ايه رفنس. تعالى على الترانسميشن. الترانسميشن ده بيقول لي المادة ديت نفاذة للضوء ازاي. طيب قبل ما ندخل في الترانسميشن خلينا نشوف حاجة اسمها الألفا. الألفا ديت شفافة، هي شفافة قد ايه؟ زي الكيس البلاستيك، زي الورقة اللي هي اللي تلاقي بتاع الضوء بيعدي من عليها، هي دي الألفا. هي الألفا واحد، مع واحد يعني هي مش شفافة، صفر يعني هي شفافة بنسبة 100%، يعني كأنها مش موجود. يعني لو خليتها صفر هتلاقيها اختفت لأن هي عدت الضوء كله. تمام. تعال نزود القيم دي واحدة بواحدة. اهي بتبدأ تشوفها
سنه بسنه. الاوباسيتي يعني هي مجرد اوباسيتي. تمام. الترانسميشن حاجه تانية بقى. الترانسميشن بيتعامل مع الماده ديت على اساس هل هي ليكويد ولا لا، او مش شرط تكون ليكويد، زي الزجاج مثلا، زي العصير البرتقال او المانجا وايا كان. البارامترز بتاعت المواد اللي من النوعيه ديت بنقدر نتحكم فيها في الترانسميشن والاي ار بتاعها والترانسميشن رفرنس. التلاتة بيزك دول، بس لازم في الحاله دي الترانسميشن يكون قيمه اكبر من الصفر. نفهم الكلام ده ازاي؟ خلينا كده نزود واحده واحده الترانسميشن ونشوف ايه النتيجه اللي هتظهر. انت شايف ان الماده اغمقت شويه، لكن ما انت شايف ان هي شفافه ولا حاجه. طب نعرف الكلام ده ازاي؟ ان احنا نحط اوبجكت جواها، اللي هو اليو في ده. تعال نطلع فوق شويه. هو كده ايه جواها، وخلينا نديله لون اغمق، لون مثلا زي اللون ده كده. اللون ده مضايقني او ممكن، ماشي اللون ده كويس. تمام. هي الترانسميشن واحد ومع ذلك هي مش شفافه. طيب العب كده في الاي ار. هو 1.45، تعال ننزله واحده واحده. بقى واحد، مفيش نتيجة صح؟ طب ماشي انزل اكتر، مفيش نتيجة، بس شكل المادة بدأ يختلف. جميل. طب تعالى نعليه عن 1.45، بص هو بيعلى، الوضع بيختلف. طيب رجعه تاني ل1.45. تعالى على الترانسميشن رفنس، تعالى نعليها، مفيش نتيجة صح؟ جميل. بص على الترانسميشن، هنقلله شوية. ومعلش يا شباب كان في ايشيو، الميتاليك كان نص، فالميتاليك ده بيخلي المادة أصلا مش شفافة، فالمفروض الميتاليك يبقى زيرو عشان نشتغل على الترانسميشن. أنا بس مكنتش واخد بالي. فاحنا قلنا الترانسميشن هيبقى واحد، وخلي الرفنس صفر، وهنلعب في الاي ار. انت لو واخد بالك دلوقتي هتلاقي ان الدايرة او الكرة شبه باينة، واخد بالك؟ تعال نلعب بس في الاي ار تاني، نزوده. عارف الاي ار ده ايه؟ ده معامل انكسار الضوء. معامل انكسار الضوء جوه الماتيريال دي، كل ما بيعلى كل ما معنى الانكسار بيكتر، فبالتالي المادة بتتشتت جوه. حسبة كده طويلة مش هتهمنا، بس لو هو واحد معناها ان المعامل الانكسار ده واحد، معناها ان الضوء ما بينكسرش اصلا، يعني بيدخل المادة ما بينكسرش، فبتلاقي ان المادة باينة من جوه المادة التانية بشكل واضح بدون اي انكسارات. وهتلاقي المادة التانية اصلا عكس الضوء بنسبة تقريبا 100%. لو قللناه الوضع بيختلف شوية. انا بقلل الوضع بس. تمام. هو المفروض يبقى، احنا اسف، المهم يعني، فاحنا علينا شوية واحد واحد، المادة شفافة اهي. الرفنس بقى بتختلف. بص شوف النتيجة. الكلام ده انت ممكن تعمله ترايل اند ايرور وتشوف النتيجة اللي انت حاببها، وفي مواقع بتديك نتائج الارقام الحقيقية بتاعت معاملات الانكسار بتاعت المواد المختلفة، زي العصير، زي الشمع، زي اي حاجة، زي الكريم، زي اللبن، ايا كان. تمام. ف انت حتى يعني ممكن تجرب هنا مثلا لو عملت لون برتقاني كده، يعني شكله مختلف شوية. ده طبعا مش برتقاني، فده يديك المغزى يعني، بس طبعا ده مش الاعدادات خالص بتاعت اصلا. تمام. ده كده الترانسميشن. فاحنا هنرجع الترانسميشن لصفر، ونرجع اللون ده للون بيزك. جميل. ايه اللي بعد كده؟ النورمال او البامب. الاتنين دول هنا بيتعملوا في حاجة واحدة اسمها نورمال. تمام. فالنورمال صعب اشرحه هنا ومش هنحتاجه، احنا هنحتاج البامب. بص للماتيريال دي، احنا طبعا مش محتاجين ده. بص الماتيريال ديت، انا هضيف حاجه اسمها ايمج تكستشر دلوقتي، او مش ايمج تكستشر، نويز. بص جريف، افهم الكلام ده اللي انا بعمله ده بعدين. المهم ان البامب عباره عن مابا او تكستشر بحطه على الموديل نفسه،
بحيث يدي حاجات بارزة في شكل الموديل، ما يبقاش ناعم بالشكل اللي انت شايفه. فدي الماسجريف. لو انا حبيت اظهر ايه هي الماسجريف، هاجي اخد لايت كده واحطها على السيرفس، هيظهر لي ايه الماسجريف. تمام. انا عشان ما اقعدش اسحب كل شويه وارجع اسحب دي هنا بعدين ارجع اسحب دي هنا عشان اشوف، في اختصار حلو اوي اسمه النود رانجلر. بتفتح الايديت بريفرنس، تيجي هنا في الادون تكتب رينج، هتلاقي النود رانجلر. اعمل تشيك بوكس ديت وكده هو مفعل. فانت لما تيجي على ديت عايز تظهرها على طول، تعمل لها لينك للسيرفس، تضغط كنترول شيفت وتقوم واقف على المابا وكليك، هيقوم موصله دايركت. عايز ترجع على البيز ديف، تقف على البيز ديف، كنترول شيفت كليك. جميل. دي حاجة بتسهل الشغل بسرعة جدا يعني. فكنترول شيفت كليك هتلاقي دي المابا. انا مثلا هعملها بالشكل ده. الكلام ده لو خدت بالك ان الماب عبارة عن اسمر وابيض وان بتوين في جراي. تمام. فهو هياخد القيم دي ويشتغل عليها. الاسمر دايما بيبقى صفر، الابيض دايما بيبقى واحد. فما هو من صفر الى واحد بيتحط في المكان بتاعه اللي هو مكان الاسمر بالقيم المقابلة ليه. فما عليك متصرف. خلينا نسحب هنا نعمل بامب. نكتب بامب، هتلاقي هنا نختار، هتلاقي نازلة كونكتد بالهايت، وناخد البامب نحطها على النورمال ونعمل كنترول شيفت ونضغط هنا، هتلاقي الشكل اللي انت شايفه ده البامب المقصود بيه. لو انا شلته سطح ناعم، لو انا حطيته سطح واضح ان فيه نتوءات وحاجات بارزة كتير. فكل ده بيتغير بالمابا اللي انا عاملها دي. فاهم؟ ده كده دور البامب. طبعا ايا كان المابا ممكن اجيب اسم او تكست باي اسم انا عايزه واحطه هنا بحيث يظهر ان هو بارز عن السطح نفسه. تمام. كده احنا يعني اتكلمنا عن اهم الحاجات في الماتيريال نفسها. فاضل حاجة واحدة، دي تعتبر في المستوى اللي هو متقدم شوية بس هننسى. لو خدت بالك ده السطح بتاع الاوبجكت. رفنس نص، الماتيريال او الكولر زي ما هو، مفيش ترانسميشن. رجعه تاني القيمة بتاعته الالفا واحد. بيزك ماتيريال خالص، عبارة عن لون وبس. طيب، في حاجة اسمها السبسيرفيس سكاترينج اللي هي دي. السبسيرفيس سكاترينج ديت اللي هي ايه؟ دي ليها علاقة بالترانسميشن. يعني انت لما يبقى عندك ضوء، فرضا عارف انت الجيلي اللي هو بيرقص ده لما تيجي مامتك تعمله وبيطلع، لو خدت بالك طبعا انت بتشوف من جوه شوية لانه هو بيبقى شفاف، بس لو خدت بالك اكتر وانت مثلا هتلاقي الحواف بتاعته منورة بزيادة. ليه؟ لان الحواف بتاعته بتبقى سمكها رفيع، يعني الضوء بيدخل فيها ويطلع فيها بسرعة، عكس الوسط بتاع الجيلي نفسه، الضوء بيدخل وانت ما بتلاقوش تاني. ممكن يكون الموضوع مش واضح، اوضحه لك. عارف انت لو جبت كشاف وسلطته على صوابعك من ورا، هتلاقي صوابعك من الناحية التانية وانت بتبص منورة شوية في الحروف بتاعتها. ممكن برضو الموضوع ما يكونش واضح. طيب بص، شايف انت الجزء ده؟ احنا هنطفي الورلد كولرنج وهنجيب كشاف، نجيب مصدر اضاءة. خليه سبوت ولا ايه؟ خليه. وهناخده كده ونحطه هنا ونيجي نجيبه ورا ودن القرد ده، صغره شوية وبس. شايف حاجة؟ لا. السبسيرفيس كاترينج اللي هي الجزئية ديت هي صفر. بص كده، لاحظ التغيير لما انا هكبرها. انا هكبر سنة، انا بدأت اكبر اهو. ايه رأيك؟ شفت حاجة؟ مش دي بتحاكي الرياليستيك ماتيريال اللي هو نفاذية الضوء من الماتيريال نفسها، من جسم الماتيريال نفسه للناحية التانية، فبيديك النور اللي انت شايفه ده.
هي ديت لو انت جبت كشاف في الضلمه ونورته على ودنك هيظهر لك نفس التاثير ده. بيديلك احساس ان الماتيريال ديت شفافه شويه وبتنفذ الضوء، او الضوء بينفذ منها. هي دي السبسيرفس سكاترينج، وكل ما ازود القيمه ديت كل ما نفاذيه الضوء تبقى اكبر. فحاجه كمان قبل ما ازود القيمه، لو خدت بالك هتلاقي الضوء بينفذ من المناطق اللي هي اقل سماكه بنسبه اكبر من المناطق السميكه. يعني خلينا نزود الاضاءه الاول. جميل. بص المنطقه اللي هنا في الودن رفيعه عن المنطقه الدايره بتاعه الودن، تمام؟ فبالتالي الضوء بينفذ من هنا اكتر من المنطقه دي، فبتبان دي منوره لكن دي مش منوره قوي. طب ومن هنا مش هتلاقيها منوره اصلا، لان الضوء لما بيدخل جوه ما بيلحقش يطلع، بيموت. هو ده المقصود من قابليه الماده للنفاذيه، اللي هي قيمه السبسيرفس. لو انا زودتها اكتر هتبدا ايه؟ نفاذيتها للضوء تبقى اكبر، فتبدا المناطق اللي في الداير تنفذ الضوء هي كمان. ولو زودت اكتر هتلاقي المناطق بتكبر لدرجه ان هي عامله بقى زي الشفافه. لو انا جبت بقى الضوء هنا، واخد بالك، هتلاقي تحس عندك احساس ان المنطقه دي شفافه والضوء بدأ ينفذ فيها، بس طبعا عشان الضوء مش قوي قوي هتلاقي المنطقه لسه اللي ورا خالص مظلمه. تعال نجرب نزود الضوء. هو 10 واط، خليه 50، خليه 200. وصل لك الموضوع؟ فكل ما القيمه بتاعت السيرفيس تكبر معناه ان الماده دي نفاذه للضوء بنسبه كبيره جدا، يعني اقرب ما يكون للشفاف. فطبعا هي مبتبقاش كبيره كده، احنا بقى بنصغرها خالص 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 بحيث توصل للنقطه اللي انت محتاجها، يعني كده يعني. جميل. هات الضوء بقى، تعالى كده على الجنب مثلا، نشوف شكل المناخير والعينين والحاجب فعل ازاي مع الضوء. يعني مش باينة من هنا، بس يعني انت لو خدت بالك هتلاقي الحتة دي محمرة. بص الحتة دي محمرة شوية اهي، هتلاقي فيه احمرار خفيف هنا، هو ده السبسيرفيس سكاترينج زي ما احنا اتكلمنا. دي هتفرق معانا جدا. فاحنا كده اتكلمنا عن البيس كولر، السبسيرفيس، الميتاليك، الرفنس، اتكلمنا كمان عن الترانسميشن، اتكلمنا عن الالفا، اتكلمنا عن البومب، ما اتكلمناش عن النورمال. طيب تعالى كده نعمل حاجة تانية. خلينا نصفر الجزء ده ونشغل الورلد لايتنج اللي هو HDRI، يعني بيبين لنا بالشكل ده. احنا مش عايزين الاضاءة تاني. تعالى نبص الحاجة على السريع. لو انت خدت بالك من الرفنس، احنا قلنا ان هو قيمته الديفولت نص، بس هو بيلعب من الصفر للواحد. صفر معناه ان هو الرفنس بيعكس، واحد يعني مفيش انعكاس. طيب لو انا جبت نويز تكستشر اسمه ماس جريف، دايما بحب انا المابة ديت، وكنترول شيفت تي وكبرت السكيل شوية، هتلاقي عبارة عن ايه المابة ديت؟ مابة منتشرة على انحاء الموديل بتاعنا، في مناطق فيها اسمر ومناطق فيها ابيض، والمناطق السمراء والابيض فيها مناطق وسط جري شكل ديت. المنطقة ديت مش ابيض 100%، المنطقة دي ابيض جري شوية، فهتلاقي المناطق دي اسمر وابيض. تمام. عندك البرنامج 3D بشكل عام بيتعامل مع الالوان ديت بالذات الاسمر والابيض بقيم من 0 ل1، اللي هي نفس قيم الرفنس من 0 ل1، او اي قيمة هنا هتلاقيها من 0 ل1. تمام. فانت لما تقول له ان المنطقة دي سمراء معناه ان هو ياخد قيمة البارامتر ده بصفر. المنطقة دي لونها ابيض خالص هياخدها 1، ابيض جريد شوية هياخدها بالقيمة الوسط اللي هي بين 1 ل0. تمام. فلو انا قلت له خلي الماتيريال ديت او المابة ديت تروح على تشدها كده وتوديها على الرفرنس، هيقوم لاغي لك قيم الرفرنس اللي كانت مكتوبة هنا، الانبوت نفسه اتلغى، وهياخد القيم بتاعت المابة ديت المناطق السمراء هيدي لها ارقام ويخليها هي اللي تعمل رفرنس. معناها ان المناطق السمراء ديت هيبقى الرفرنس بتاعها 0،
يعني هتبقى عكسة للضوء. طب والمناطق اللي بيضة هيبقى الرفنس بتاعها 1 أو أقل من 1 شوية، عشان هي بيضة مش بيضة 100%، فهتبقى مش عكسة للضوء. انت تخيلت شكل انعكاس الضوء على المكان بالمابة ديت؟ تعالى كده نأكد المعلومة ان احنا نشغل برنسبل بي اس دي اف، هتلاقيها ماشية بالشكل ده. هي مش واضحة 100%، بس هتلاقي فيه مناطق اهي، شايف انت مناطق دي بيضة ومناطق عكس. نشوفها اكتر لو احنا عملناها ميتاليك اهي. المناطق السمراء اللي هي المناطق اللي عكسة للضوء، اللي هي اللي ان بتوين المناطق اللي هي مش عكسة للضوء. تعالى نتأكد كده، بص شايف انت المنطقة الدايرة دي؟ تعالى نشوف اهي الجزء ده اصلا. تعالى نرجع لها تاني اهي. اظن كده الموضوع بتاع المابة واضح. طبعا الكلام ده تقدر تعمله على الرفنس، تقدر تاخده هو على الميتاليك، واخد بالك؟ طبعا كل واحدة بتدي التأثير الخاص بالبارامتر بتاعها. الميتاليك ليه تأثير، الرفنس ليه تأثير، حتى الترانسميشن ليه تأثير، واخد بالك؟ يعني الترانسميشن دلوقتي في مناطق هنا ليها ترانسميشن ومناطق ملهاش. نعرف ازاي ان احنا نلغي الميتاليك؟ فاكر؟ هيجيب لك المناطق اهي. طبعا الرفنس هنا 0، احنا مش عايزينه 0 عشان نعكس اهي. المناطق اللي بالاسمر دي مناطق نفاذة يا جماعة للضوء، مش مناطق لونها اسمر، يعني بس عشان مفيش ضوء، مصدر ضوء، فباينة كأن مفيش ضوء بيمر فيها، فباينة ان هي لونها اسمر. لكن انا لو جبت جسمي وحطيته هنا هيبان ان هو نفاذ للضوء. خلاص احنا كده فهمنا القصة بتاعت المابة وبتاعت الماتيريال بشكل عام، وفهمنا يعني ايه سيرفيس سكاترنج، ويعني ايه مابة زي دي كده نعمل لها لينك بال بأي بارامتر يعني. في حاجة كمان بالمرة نشرحها هنا عشان هتسهل لنا الخطوة اللي جاية. أنا عندي المابة ديت ماسجريف، تمام؟ ممكن أعمل ماب يعني أخدها كوبي مثلا، بلاش ناخدها كوبي، احنا نعمل واحدة تانية نويز اسمها نويز، نحطها فوق هنا كده. دي شكل النويز، جميل. السكيل بتاعها صغير، فاحنا نكبر الأرقام بتاعته بحيث يبقى بالشكل ده. هنا أنا بعمل كنترول شيفت تي بلاقيها، بعمل كنترول شيفت بلاقي دي، واخد بالك؟ أنا ممكن أعمل ميكس ما بينهم. تعالى نعمل حاجة كده، شيفت ايه، نكتب ميكس، هتلاقي ميكس، نحطها في النص. هنيجي على الفلوت ديت خليها اديلك A و B، هناخد واحدة منهم A والتانية B، وعلى الميكس كنترول شيفت هتلاقي حط الاتنين فوق بعض وعمل ميكس ما بينهم. ديت كانت ابيض في رمادي، دي كانت ابيض في اسمر، فقام واخد بطريقة ما يعني جمع ما بينهم. تعالى كده نشوف شكل الرفنس عليهم، على دي الواحدة دي الواحدة. بص دي الواحدة كان عامل كده، دي لوحدها الموضوع فيه حاجة مش صح أصلا، الترانسميشن أصلا شغال مبوظ لنا الدنيا. فخلينا نرجع تاني، ده الرفنس. متهيألي أحسن لو على الميتاليك تبقى أظهر، يعني ظاهرة أكتر يعني. والرفنس فين؟ الرفنس فين؟ خليه 0، تمام. لو خدنا دي لوحدها هتبان بالشكل ده، لو خدناهم الاتنين هتبان بشكل تاني. طبعا انت مش فاهم ايه النتيجة اللي ظهرت لان الموضوع اصلا مش ظاهر، بس الفكرة ان انا اقدر اعمل ميكس ما بين دي، ولو عايز اعمل ميكس ما بين واحدة تالتة، يعني انا عايز اعمل ميكس 3 ما بينفعش احط هي A و B بس، فباخد ميكس بين دي وبين دي. فانا هاخد دي كوبي واقوم عامل دي A، واخد دي بقى احطها في B، واقوم واخد النتيجة النهائية حاططها في الرف. واصله لك الفكرة؟ دي النتيجة النهائية. فأي ميكس بيجمع بين اتنين بس، ما يجمعش بين تلاتة. فانت بتجمع ما بين اتنين وتاخد التالتة تحط لها ميكس مع الميكس. المهم خلاص احنا فهمنا القصة هنا وفهمنا الماتيريال. تعال نشوف بقى احنا بنعمل ايه في الحتة. ده الموديل بتاعنا، جميل. ده الموديل بتاع الايس كريم شوكولاتة. لو خدت بالك واحنا بنعمل زوم قوي هتلاقي كركبة، بس الكركبة دي بسيطة جدا، بسيطة جدا جدا. احنا يهمنا البيزك بي اس دي اف. هو ايه؟
وبيوصل ليه. يعني البيزك بيز ديف ده في بيز كولر مابة، شوية مابات موصلة للبيز كولر، وشوية مابات تانية موصلة للرفنس، وشوية مابات تالتة موصلة للنون. يبقى أنا عندي 3 حاجات بتحكم بهم المابات دي: البيز كولر، الرفنس، النون. تمام. في حاجة تانية، تعال نشوف الألفا زي ما هي 1، ترانسميشن 0، مفيش ترانسميشن، يطلع الرفنس مابة زي ما عرفنا، السبيكولر 2/10، الميتاليك 0 محدش جه يمه، السب سيرفيس 8/1000. يبقى احنا كمان في 8/1000 اللي هو السب سيرفيس. تمام. طبعا هو واخد اللون الأحمر ده. طيب برضو نفهم ايه بقى اللي هنا. زي ما قلنا في أول الفيديو إن المابة ديت عبارة عن لون، وعبارة عن تكستشر كده غريب الشكل على الحاجة، بيدي إحساس إن الحاجة طالعة من الفريزر. في مناطق عكسة للضوء، مناطق مش عكسة للضوء، فيعني من بعيد كده بتحس إن المابة ديت بتسيح كده وكأنها بتنزل مية. طيب ده اتحقق ازاي؟ عن طريق، لو أنا شلت دي، أنا مش عايز يعني ما ضربت الدنيا ضربت. ثاني نعمل كنترول زد. ساعات البلندر بيعمل كراش، بيضيع كل حاجة. فانت لما يعمل كراش قوم جاي على الفايل اوبن باك اب باين. لما تيجي اوريها لكم انا، هي عامة ما بتفتحش الريسنت فايل، انت بتفتح الاوتو سيف. هو بيعمل سيف اوتو سيف كل كام دقيقة، فانت بتفتح الاوتو سيف ده، ما بتلاقوش متسيف في الملف بتاعك، انت بتلاقيه متسيف في مكان تاني. يعني اجي على الفايل ريكفر، بدل لاست سيشن اوتو سيف، هتلاقي الفايل ده متسمي بالاوتو سيف. تمام. طيب خلينا نشوف ايه المابات اللي هنا. احنا لو شلنا النورمال، تعالى كده نشيل النورمال اللي هي البامب عامة. بص على النتيجة، تلاقي السطح بقى ناعم، هو ما كانش ناعم، هو كان خشن. ده دور المابة دي بتاعت البامب. طيب بالنسبة للرفنس، الرفنس اهو، هنشيل الرفنس، بيحمل، هو بيحمل. أصبحت المابة عبارة عن لون اللي هو مابة البيسكال. لو أنا شلتها مش هحس بتأثير كبير، بس هشوف إن اللون البني ده اللي هو هنا ده هو ده اللي مسيطر على المابة. جميل. ماشي. فخلينا نوصل تاني الرفرنس. ده الشكل اللي ظاهر لي من الرفرنس. جميل. بالشكل ده. لو انا وصلت النورمال تاني هيبقى ده الشكل اللي ظاهر لي. ولو انا وصلت البيس كولر، يعني هو هيبقى بالشكل ده. طيب فكك من البيس كولر دلوقتي لان تأثيره مش ملحوظ. عايزين نفهم ايه اللي في الرفرنس، اللي هي المنطقة دي. هو بيهنج كل شوية، معرفش ليه بيهنج. تمام. شايف انت المابتين دول ودول ملهمش قيمة كبيرة في الحاجة اللي احنا بنقولها لكن لهم قيمة كبيرة في حتة تانية هنبقى نتكلم عنها في المحاضرة الجاية. دلوقتي بس بنفهم ايه هو الماتيريال وايه المابينج وايه الليلة اللي احنا بنعملها. دول ما تركزش معاهم دلوقتي عشان هم مش مفيدين في اللي احنا بنشرحه، اركنهم على جنب خالص كأنك مش شايف. احنا لينا بدول، واخد بالك الحتة دي. جميل. لو خدت بالك هنا، لو خدت بالك هتلاقي ان دي ميكس، فاكر بتعمل بين خانتين A و B. ال A عبارة عن ماسجريف تكتشر عادي خالص زي اللي كنا بنعمله. التانية ميكس برضو ما بين ماسجريف تكتشر ونويز تكتشر. جميل. منتهى البساطة، يعني التعقيد اللي انت شايفه من شوية
هو عبارة عن 3 نويز وموصلين ما بينهم. فانت لو جيت اول نويز هتلاقيها ديت عاملة النويز دي، وماسجريف عاملة نويز تانية بس ابيض واسود، وعاملين الماسجريف ديت عملنا لها كارر رامب بحيث تظهر بالشكل الابيض ده. هو طبعا انت شايفه ابيض بلين، لكن هو مش ابيض بلين، هو في جريدينت برضه ورينج من الابيض للرمادي. وبعد ما عملنا الجزء ده عملنا لهم ميكس هنا، فظهر بالشكل اللي انت شايفه ده. احنا استفدنا من الميكس ده ان احنا عملنا ميكس معاه في الماسجريف وحطيناه في الرفنس، وقمنا واخدين نفس الميكس النقط ديت حطيناها في البامب عشان تدي النتوات اللي هي النتوات ديت. بص كده، اللي هي الشكل الايه النويزي ده. تمام. فلما احنا خدنا المابا ديت او النتيجة ديت حطيناها مع الماسجريف اللي فوق اللي هي دي، الماسجريف دي بقى هي دي اللي مديانا الاحساس بالموضوع بتاع الايه، ان هي طالعة من الفريزر. جميل. فلما احنا عملنا لهم ميرج او ميكس ظهرت النتيجة بالشكل ده زي ما انت شايف كده. المناطق السمراء ديت بالشكل اللي هو النويزي ده بيعكس الضوء بنسبة كبيرة جدا، لأنه هو أسمر بس أسمر فاتح شوية وبالنسب بتاعته. والمناطق ديت لما تيجي تحرك الموديل بالشكل ده هتلاقي بيدي الانعكاس مع الضوء، لكن المناطق البيضة لأ ما بتعكسش الضوء، واخد بالك، بتدي انطباع تاني. فلما تيجي تشغل البرنسبل دي بص المنطقة ديت تلاقي المنطقة ديت بتعكس الضوء اهي. اهي شايف انت الانعكاس الأبيض ده، هو هتلاقي بيجي هنا في المنطقة ديت ويروح، لكن ساعة ما يجي هنا هتلاقيه بيظهر. حتى هتلاقي في فرق في المنطقة ديت، شايف كده الخط ده هنا الضوء بينعكس على اليمين، على الشمال بيبدأ ايه يختفي. هي ده التأثير اللي احنا عاملينه في الرفرس. بالنسبة بقى للبامب نفس الكلام، هتلاقي فيه فوروني تكشر دي برضو نويز تكشر عادية، وفي مابا هنا دي بقى حتة رياليستيك شوية. تعال نفهم هي ايه دي. اول حاجة الغي الرفرس. جميل. شايف ايه هنا؟ تعال نزوم ان. هو انت مش ممكن تكون شايف عشان بس الريندر والدينويزنج هي مش ظاهرة او محتاج تاخد وقتها شوية. تمام. انا عندي 2 مابا هنا ومابا فوق وعاملين لهم ميكس. اللي تحت فوروني تكستشر عشان تديك نوع من النويز. تمام. واللي فوق ده حاجة بقى تانية، لو خدت بالك هتلاقيه تأثيرها هنا. شايف البتاع ده؟ شايف النقطة ديت، النقرة ديت اهي، زي ما تكون نقرة، زي ما يكون ده تنقير في الايس كريم نفسه او في الشوكولاتة اهي. التنقير ده هو ده دور المباني. تعالى نشوف ايه المباني ديت. اضغط كده هتلاقيها عبارة عن نقط سمرا كتير كده، وحتى في تكست اهو ظاهر عشان ما بقى اي كلام يعني. بس ايه اللي حصل؟ ان احنا خفينا جزء كبير منها عن طريق الرمب، فخفى جزء كبير وساب التنقير ده. التنقير ده اتحول لبمب، اتبعت على المابة، اتحول لتنقير اهي اللي هي دي. طيب جميل. لو خدت بالك هتلاقي فيه ميرج تاني بين دي اللي هي النويز ديت مع البمب عشان تديلي الاحساس ده. بص كده، شايف انت النويز اللي على السطح ده؟ هي مش ظاهرة بس انت بتشوفها من بعيد، بتحس بيها مش بتشوفها. فالاحساس بيها غير انك تشوفها، الاحساس بيها بيخليك تظن بانطباع ان المادة ديت حقيقية. جميل. زائد شوية الكسرات والنتوءات دي. فده كده اللي اتعمل في الماتيريال بتاعة الشوكولاتة. تمام. هي تبان ان هي معقدة لكن هي مش معقدة.
هي عبارة عن كام ماتيريال كده أو كام مابة من النويز متظبطين مع بعض بطريقة ما، بحيث يظهر لي color gradient بشكل معين يتحط على النوي على الريفرنس على الرفنس وعلى النورمال، وكان الله بالسر عليه. بس ده الموضوع. الحاجة التانية بقى الأخيرة اللي هي بقى عاملة فرق كبير إن شاء الله، يعني السبسيرفيس سكاترينج اللي كنا اتكلمنا عنه. تمام. السبسيرفيس سكاترينج واخد قيمة 8 من 1000، فمدي الخطوط المنورة شوية دي، يعني لو خدت على الحدود بتاع الشوكولاتة هتلاقيها ظاهرة بالشكل اللي انت شايفه ده، منورة كده في الحروف، زي ما قلنا ان المادة شفافة شوية في الحروف، بتعدي الضوء شوية. فلو انا جيت على السبسيرفس خليته صفر، هتلاقي المادة بقت معتمة، عبارة عن مش شوكولاتة، كلي، طين يعني. فلا الموضوع هنا بقى بيختلف، فاحنا ادينا لها قيمة 8% عشان تبقى نافذة للضوء. جميل. ده كده اللي احنا عملناه في ماتيريال الشوكولاتة، هنعمله المحاضرة الجاية بإيدنا. تمام. بالنسبة للماتيريال بقى الآيس كريم، اللي هي أظن الناس كتير مستنياها. لو جينا نبص على الريندر اهوت، فين دي مثلا. الشكل ده. تمام. طبعا احنا عملنا السكالتنج بتاعته، فاحنا اوريدي عملنا 90% من الجزء المطلوب اصلا، احنا مش هنعمل حاجة تانية غير ان احنا هنديلها الماتيريال. فلو انت ركزت هتلاقي ان الماتيريال عبارة عن لون ابيض بس، يعني في درجة من درجات الاصفر او البامبي، زائد ان هو الرفرنس بتاعه عالي شوية، او اسف منخفض، يعني قريب من الصفر شوية عشان يعكس الضوء، عشان يديلك الانعكاسات اللي هنا، زائد ان في نسبة سبسيرفيس كتر. بس هي دي الماتيريال. يعني لو انا جيت سلكت ليها، هاجي زوم اوت كده، هلاقي دول، بس دول اصلا مش متلنكين، مجرد موجودين بس، فهم مالهمش اي قيمة. فانا بعمل لهم سيلكت وامسحهم، فطبعا البلندر رجع يعمل. ماشي. المهم هي دي الماتيريال. دي الماتيريال اللي مديك احساس ان هي حلوة، ان في سبسيرفيس كتر باللون الزهري ده، والقيمة العالية دي 18 من 100. لو فاكر في الشوكولاتة كنت هتلاقيها كام؟ 8 من 1000 لو فاكر اهي، لكن هنا أكبر شوية. طيب تعال نشوف كده، نلعب في القيم شوية. انت عندك الرفنس 5 من 100، فقيمته منخفضة جدا. عندك الترانسميشن مفيش، الألفا مفيش نورمال، الميتاليك مفيش، الرفنس 5 من 100. خليه كده نص تاني وبص للتأثير، بقى تأثيرها وحش جدا. طب خلي السبسيرفيس صفر، ترجعه تاني، بص بقى عامل ازاي، بقى بلاستيك ابيض. خدت بالك؟ فاحنا هنعمل كنترول زد، كنترول زد. تمام. آه يبقى احنا فهمنا دور الرفنس ان هو يدي انعكاس، السبسيرفيس ان هو يدي انطباع ان المادة دي شفافة، لان ده اوريدي بالفعل اصلا كريم، او اللي هو فانيليا. فانت لو سيبته يسيح في درجة حرارة الغرفة العادية هيبقى مية، يعني هو في الاول وفي الاخر اصلا ميه. فطبعا هو نافذ للضوء، لما الضوء بيدخل فيه بينفذ من الناحيه التانية بنسب برضه، فلازم القيمه بتاعه السبسيرفيس تبقى عاليه. طب خلينا كده نرجعه 8% ونبص ايه النتيجه. هيبقى اشبه بما يكون ان هو جسم صلب وفيه نتوءات، وكل ما هتزود النتيجه هتختلف. يعني 1/10 غير 18%، غير نص. ما تبص للنص هيحصل ايه؟ هتحس ان الماده ساحت اصلا، لان الماده كلها نفاذة للضوء، فانت ما عدتش قادر تحدد فين المناطق اللي فيها نتوءات وايه اللي ما فيهاش، عكس ما كان مثلا صفر. يعني بسيط صفر هتلاقي المنطقة دي كلها مليانة نتوءات. ليه؟ لان ما فيش ولا واحدة منهم بتعدي الضوء، وكله بيعكس الضوء، فانت كده كده شايفها. فاحنا هنرجعه 18% تاني. وطبعا اللون ده دوره ان الضوء لما بيدخل جوه، دي المادة النور او اللون اللي جوه الجسم نفسه ده، يعني لما بيدخل جوه بيديلك اللون ده. فانا لو عملته مثلا ازرق هيبان ازرق، لو عملته اخضر هيبان اخضر. فهنعمل كنترول زد عشان اخد الدرجة اللي احنا كنا مختارينها.
كده دي الماتيريال. والله اذا كان عليا انا اتمنى ان انتوا تشوفوا اللي احنا عملناه وتحاولوا تقلدوه، يعني على قد ما تقدروا، بحيث تعملوا كرييشن للشكل ده تاني. بطبيعة الحال انا هستنى شوية لحد ما نقدر نقدم محاضرة نشرح فيها احنا بدأنا ازاي الكلام ده، من اول ما بدأنا نعمل كرييشن للكولر نفسه، بدأنا نمشي بقى بالنويز ماب واحدة واحدة عشان نوصل للنتيجة النهائية. بس هي تاخد وقت وشرح كتير، وبتبقى محتاجة ترايل اند ايرور كتير عشان مفيش حاجة بتظبط 100%. تمام. فده كده شرح يعني كويس، بليفل كويس ليك انت، سواء انت بتشتغل بلندر او بتشتغل اي برنامج تاني بيوضح لك يعني ايه ماتيريال. برضو الكلام ده هو مشروح في كورس البرودكت فيجواليزيشن على صفحة بريزم بالتفصيل ممل بقى، يعني مش مجرد الماتيريال دي ايه، لا انت ازاي تقدر تعمل انرايفنج للشغل ده وتقدر تعمل تكستشرنج. هتاخد بالك وقتها دور القصة دي ايه، اللي هو التكستشر كوردينيت، ودوره ايه في الليلة اللي احنا عاملينها. هتلاقي في تفاصيل زيادة جدا عن الماتيريال، بتفاصيل اكتر، هتلاقي تفاصيل عن الاضاءة، تفاصيل عن الموديلنج. الكورس اصلا بيبدأ بيك من الصفر، يعني لو انت مش عارف حاجة في البلندر ومش عارف حاجة اصلا في الثري دي، هتلاقي في اول جزء منه بيشرح لك يعني ايه 3D، يعني ايه فيرتيسز، يعني ايه بوليجون، ازاي تقدر تعمل ايديتنج للمودلز، ازاي تظبط حالك وازاي تعمل كرييشن ليها. وهياخدك يعني ايه ماتيريال، بعد كده يعني ايه كاميرا، يعني ايه اضاءة، يعني ايه دي ايه اتش دي ار اي، يعني ايه اعدادات ريندر، الريندر ده بيعمل ايه. كل التفاصيل ديت هتلاقيها في اول الكورس. هو الكورس مقسم من 3 اجزاء. اول جزء بيتكلم عن المستوى المبتدئ ويفهمك الدنيا كلها اللي انت محتاجها عشان تكمل. بعد كده بتلاقيه دخل في الجزء الوسط اللي هو بيتكلم عن احنا هنعمل ايه في الجزء الاخير اللي هي الورش. محتاج تعرف ايه، محتاج تعرف الادمز اللي هتشتغل بيها، محتاج تسطب دنيتك ازاي تهندل البروجكت بتاعك، ازاي تجهز الدنيا كلها عشان تبدأ تشتغل صح. الجزء الاخير طبعا بيتكلم عن الورش. هما 3 ورش كنا اتكلمنا عنهم في المحاضرة اللي فاتت. بيتعملوا من الصفر. طبعا مفيش حاجة بتتعمل من الصفر 100% عشان مضحكش عليكم، بس ساعات بيبقى في موديل جاهزة بنحتاجها ندخلها في السين، في ماتيريالز جاهزة بندخلها في السين بما يخدم القضية بتاعتنا. تمام. ان شاء الله اشوفكم على خير المحاضرة الجاية، بس اتمنى ان انتوا تحاولوا تطبقوا. الصراحة انا عارف المحاضرة دي طولت جدا، يعني داخلة على الساعة خلاص. واحنا لسه اصلا ما عملناش كرييشن للماتيريال، فانا حابب ان انا اتجاوز جزء الكرييشن بتاع الماتيريال لانه مش سهل، رخم شويه، والترايل اند ايرور ده بتاعه بيتعب، وادخل بعدها في الاضاءه على طول. بس ده هيحصل لو لقيت الناس طبقت وطلعت نتائج كويسه، يعني لو ما طلعتش بقى امرنا لله، ممكن نضطر نشرحها وبعد كده نبقى ندخل في الاضاءه. اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضره الجايه